بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. دلوقتي بقى انا قلت كده اصبح عليكم الاول. انا كنت ناويه ان انا اجهز فطار وكده، فانا قلت الاول اصبح على حبايبي. فجي في دماغي فكره ان انا اعمل معاكم النهارده الطعميه بمكونات والله سهله وجميله واسهل مما تتخيلون. بس انا يعني قلت لبنتي بلاش تنزلي تجيبي طعميه من تحت من عند المطعم، يعني لا، انا هجهز انا الطعميه ونجربها مع بعض ويا رب تطلع حلوه. بس انا قلت ما اصبح على حبايبي كده وافكرهم باللايك الجميل بتاعنا الاول، عشان القناه بتاعتنا وكده. يا رب يا حبايب قلبي تكونوا بخير. جو رمضان الجميل ده يا رب يعجبكم. تعالوا بينا نشوف المكونات بتاعتنا عباره عن سهله والله جدا جدا جدا. انتوا عارفين ان الوقت الطعمية يعني وكده ما عادتش رخيصة، والقرص قد كده حاجة بسيطة كده بجنيه، عشان انت او ب2 جنيه على حسب المكان اللي انت فيه ده، يعني ما عادش حاجة رخيصة. فالمكونات بتاعتنا سهلة بسيطة جدا. احنا معانا نص كيلو من الفول اللي هو الفول ده اهو، ده نص كيلو بس اهو. نعناع نعناع 24 ساعة زي ما انتوا شايفين كده، يعني يوم ونص بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لحد ما الحباية يبقى الطريقة خلاص اهو تتكسر بكل سهولة. ومعانا هنا اللي هو الورق بس بتاع الكزبرة اللي هي الخضرا دي، الورق بس بتاع الكزبرة اهو، خدته وارجوك عشان يدي النكهة. ومعانا هنا بدل البصل اللي هو البصل بتاع الطماطم، احنا خدنا بصلاية خضرا اهي بالمنظر ده، بصلاية واحدة بس اهي. ومعانا هنا قول 10 فصوص من الثوم بالمنظر ده كده. والكرات اللي هو المصري دون اهو، بيبقى جميل اوي في الطعمية. هنروح بقى نقطع كل المكونات بتاعتنا دي ونرجع لكم تاني. اهو مادة حزمة من الكرات المصرية اهو، بس حزمة كبيرة، لو بقى اللي هي صغيرة جدا دي هتجيب 2. نقطع بقى الخضار ده ونرجع لكم تاني. قطعنا تقطع عشوائي بالمنظر ده، يعني مش شرط تنعميه اوي لان هو كده هيتحرق في الكبة. هننزل كده بالخضرة، الخضرة بتاعتنا ايا كانت بقى هي من كل نوع بقى شكل كده. الخضرة بتتفرم بسرعة، نروح الكب بقى نفرم بعد المنظر ده اهو. هننزل بقى بالفول كده، مكترش، هو كله هيتفرم في بعض بس مكترش عشان الكب مطرش. ونفرم برضه كده بالمنظر ده اهو. هي لسه ما نعمتش، هنزود بقى الفول اهو برضه، هنديها وشاي. هنفضل نفرم كده فول وخضرة وخضرة ونوريها لكم لما الوش الأولاني يخلص. هنا بقى شوفوا لو وصلت معايا للنتيجة دي اهي، الفرن بتاعها مش ناعم أوي. في الكبة بقى تحطها تاني تاخدها وش، وإذا احتاجت هتحط جنبه كوباية مية، نص كوباية بس. إذا الكبة احتاجت إن هي تمشي تحط معلقة مية بمعلقة مية لحد ما تنعم معاك خلاص زي الطعمية اللي انت بتشوفها. هنديها فرمة تاني ونرجع لكم تاني بيها نشوف هتبقى شكلها ايه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا دي الكمية اللي نص كيلو الفول طلعها معايا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا عارفين ان نص كيلو الفول ده معايا من يوم مشتريات السوق. لما انا قلت لكم انا معايا فول هدمسه، وفول هعمله فلافلة اللي هي الطعمية. تدميس الفول برضك ان شاء الله برضك هقدمه لكم برضك النهارده، بس انا قلت الاول ابدا بالطعمية لان الطعمية بس اللي انا محتاجاها دلوقتي في الفطار. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سمك الطعمية معايا بصوا. وفي بقى لو عايزاها خشنة عن كده خشنة بقى براحتك انت بقى في سيدة الموقف ما شاء الله على ريحتها. انا ما نكهتش ولا حطيت اي توابل خالص. هنا بقى عشان انا ما عنديش بقى حاجة ان انا اعمل لها فوم وكده، تعالوا بقى انا هقول لكم انا بعمل ايه. انا هاخد قطع الطعمية اهي على قد فطارك انت وولادك بقى. شوفوا هتفطروا بقد ايه، كل واحد عارف بيته. هناخد قطعة كده من الطعمية على قد الفطار اهو. دي بس يبقى شيء دي ما شاء الله هتكفي.
ماشي. وده اللي هو الخزان. هننزل عليه هنا بايه بقى؟ انا ما حطيتش ملح اهون، وكزبره كتير. شوف ما شاء الله كميه الكزبره اللي معانا. ده ملح وكزبره وكمون مش كتير أوي عشان ما يمررش طعميه، وشطه على حسب رغبتك انت بقى. وده اللي هو بيكنج باودر. هننزل بقى بالدي على ده، ونرجع تاني نضربه في الكبه. هيعملك الفوم بقى اللي احنا عايزينه، ونرجع نحمر مع بعض الطعميه بتاعتنا الجميل. ماشي. نخلص بقى خالص ونرجع تاني. بسم الله ما شاء الله بقت معانا بالشكل ده اهي. شوفوا طعميه دي ولا مش طعميه بعد ما ضربناها في الكب اهي. طعميه ولا مش طعميه؟ طعميه. لايك بقى، استاهل والله. هنا معانا زيت سخن. الزيت بتاعنا زيت سخن اهو بالمنظر ده. هننزل بقى براس الطعميه. انت هتشكلها بقى على كيفك انت، على حسب ما بتحب. شوف بقى انت بتحبها مدوره، بتحبها وهكذا بقى لحد ما انت بقى خلصتي الكمية اللي انت عايزة تعملها لولادك. بس طب ولادك ربنا يبارك لك في ولادك. وعلى حسب اللون برضه في ناس بتحبه. خلصت بقى الكمية كلها وهوقفهم ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. شوفوا شكل الطعمية بتاعتنا جميلة جميلة جميلة، يفتح النفس قسما بالله. حاجة تانية بقى، وريحة ونظافة في البيت كله في البيت. لسه انا معايا بكمل، بس انا قلت ايه ما اجرب لكم عشان ايه يعني نكون في حاجة كده معاكم، وتكونوا يعني يكون بينا كده صدق كده. كده خلاص هندخلها بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. المناديل شكل الطعمية يفتح النفس، ما اقولكوش بقى. جمال 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 اهو. كل حاجة قدامكم والطريقة قدامكم وكل حاجة قدامكم. افتح لكم واحد عشان تشوفوها من جوه شكلها ايه. شوفوا الطعمية من جوه، شوفوا خضرها، شوفوا جمالها، شوفوا قرمشتها. لايك ونستنى فيديو الفول. يا رب يعجبكم. نستنى هننزل لكم طريقة الفول، بس ما نفطر انا وولادي. نص كيلو فول، وقول ب5 جنيه حاجات حواليه. عملنا عن انتوا شفتوا طبق الطعمية اللي انتوا شفتوه معانا اللي انا حمرته. وشوفهم ده 1 2 3 4 5 5 وجبات هما. تعملوهم بقى في الفريزر هتكيسهم بالمنظر ده كده. انا ما حطيتش عليهم اي توابل، انا بطلع الكيس اسيبه يفك وانزله في الكبه تاني زي ما انتوا شفتوا. عشان ايه؟ اطريه وانزل عليه بالملح والكمون والكزبره بتاعنا. هدخلها بقى الفريزر بالمنظر ده، ونروح نعمل الفول بتاعنا. وصفتنا التانية بقى معانا يا حبايب قلبي، هنعمل الفول المدمس. ودي بقى هتبقى حاجة للفطار طول الشهر. ده نص كيلو فول هننزل عليه بطماطمية كده وليمونة، وفول مدمس، فول مدشوش، وعدس زي ما انتم شايفين كده. عدس اصفر وفول مدشوش وطماطميه وليمونه هي بتشيل منها البذر وتشيل البوز من هنا ومن هنا عشان ايه المره بتاعتك. هننزل معانا كده بميه مغليه. دي ميه مغليه. هننزل معانا بذره مبشوره زي ما انتم شايفين كده بشرين.
جزرايه مبشوره في بشره ناعمه زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايب قلبي. ما تقلبيش العدس ولا اي حاجه، انت هتسيبيه كده على الوش كده عشان ما يلزقش في قعر الحله ويتحرق ويشوط منك. اول ما هو هيبدا يغلي، اول ما الفول بتاعك هيبدا في الغليان يغلي 10 دقايق بس اهو. دي الفول المدمس، هندمس فول اهو. قلنا المقدره ايه؟ نص كيلو فول، عليها 4 معالق من الفول المدشوش، عليها كوبايه عدس اصفر، عليها ليمونه، عليها طماطميه بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، عليها جزريه مبشوره بشر ناعم، وتنزلي بهم وعليهم ميه مغليه وتسيبيهم ميه مغليه، والفول يكون منقوع. اهم حاجه الفول يكون منقوع قبلها بليله، تنقعيه يعني بالليل. وانا عاملاها النهارده اهوت، احنا تقريبا الساعه 3 اهوت. هتسيبيه بقى على النار كده، صفناه بقى من الميه بتاعتهم الحاجات اللي احنا كنا نقعانوا فيها، ونزلنا بقى عليه بالاضافات بتاعتنا دي. اول ما يغلي تسيبيه ربع ساعه غليان او 10 دقايق، وبعد كده تهدي عليه وتسيبيه بقى يستوي على نار هاديه، وهوريهولكم بعد السوا. نشوف برضك هنعمل معانا ايه لحد ما الفول المدمس بتاعنا يخلص. هنغطي على الحله دي وهنسيبها بقى مع نفسها كده. هنا هي شوفوا احنا مع بعض خطوه بخطوه. هو هنا يعني ايه يعتبر دخل بالسوا اهو. شوفوا احنا مع بعض خطوه بخطوه. شوفوا ما شاء الله حبايه الفول بقت عامله ازاي. والعدس بتاعنا انا تهدي النار خالص، والليمون اتهرى، كل حاجه فيه اتهرت خالص. وعاوزه بقى تديله اللون الاصفر، تبداي بقى من دلوقتي كده تضيفي برده شويه كركم على حبه ميه سخنين كده، وتقومي ضايفاها عليها، يديك اللون الاصفر الجميل اللي انت بتجيبيه من عند العطار، من عند المطعم. شوفوا الليمونه بتاعتنا اتهرت خالص اهي، تقسمت نصها اهي بكل سهوله. برضو هنسيبه شويه، وزي ما قلت لكم هنحط بقى معلقه كركم على حبه ميه سخنين وهننزل عليه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا دي الشكل النهائي للفول بتاعنا اهو. اهوت يا حبايبي بالظبط خد ساعتين على نار هاديه خالص، وطلع بالمنظر الجميل اللي انتوا شايفينه ده. يا رب يا حبايب قلب الفيديو يعجبكم. هنسيبه بقى تبريد كامل، وهنعبيه اكياس كده وهيخش التلاجة، بس لازم يبرد تبريد كامل اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وقت بقى التحضير هتديله فرمه كده، او لو عاوزه تفرمه قبل ما تدخليه التلاجة هتعمله بالهاند بلندر او انما انا عن نفسي هخزنه كده، لان انا بطلعه بسيبه لحد ما يفك، وبفرمه انا بقى في الكبه، وربع فرمه يعني فرمه خفيفه خالص. بسم الله ما شاء الله. شوفوا دايب وناعم وجميل جميل جميل. ده هو حتى من غير حاجه وشوف تعملي كده بيتهرس اهو. اهو يا حبايب قلبي هنبرده تبريد كامل، وهنعبيه وندخله الفريزر. نشوف بقى عما ده يبرد كده، نشوف احنا هنعمل ايه. معانا برضو حاجه تانية، ونرجع تاني نشوف هنعمل ايه. معانا هنا بقى لسه عما الفول بتاعنا يبرد، احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل شويه عيش فلاحي. العيش الفلاحي معانا عباره عن دقيق الغله العادي، اللي هو الدقيق القمح الكامل، اللي هو اللي احنا بنطحن في المكان اهو. نزلنا عليه دول هم يعني نقولوا ايه، لو ايه مقدار 3 كيلو بتنزلي عليهم بربع كيلو بس من الدقيق الذره البيضه، حبه الذره البيضه. انما لو الدقيق بتاعك اللي هو لو الدقيق بتاعك هتحط فيه فينو، بتحط ايه على 4 كيلو القمح الكامل والاسترالي بتحط عليه ايه نص كيلو من الذره الكامل. دي بقى دقيق فلاحه عادي بنحط على ايه يعني مقدار على الكميه دي كلها بنحط مقدار لوحه كده بس من دقيق الذره، عشان ما يبقاش ذره كتير ويبقى مفلفل وينشف بسرعه. ومعانا هنا ميه، وحاطين فيها ملح. ومعانا هنا الخميره بتاعتنا باكوان من الخميره، نزلنا عليهم بكوبايه من الميه ومعلقه من السكر، معلقه صغيره سكر، وسيبناه يتفاعل بالمنظر ده. وهنا بقى هننزل بقى بالميه بتاعتنا في البقره اللي انا عملتها دي بتاعت الدقيق اهو. هتبداي بقى من بره لجوه كده، تنزلي بالدقيق بتاعك كده، بس ما تكتريش الميه بحيث الميه مقدارها ما يتعداش منك
اهو كده، تاخدي من جوه من بره لجوه كده، عشان ايه؟ كل حبات الدقيق بتاعتك. تحط ملح في الميه تكون فتره، لان احنا في شهر 12 يعني عز الشتاء. يبقى كده عملنا الطعميه بتاعتنا الجميله، وعملنا الفول، وكمان عملت لكم عيش فلاحي جميل اهو. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم بقى. اهو بقى هنفضل بقى نلف في الدقيق بتاعنا كده. يوم فلاحي من بابه. المنظر ده يا حبايب قلبي. هفضل بقى الف في الدقيق بتاعنا كده لحد ما كمية المية اللي هو محتاجها. انا مش هحط الخميرة بتاعتي دلوقتي. هنا بقى العجينة بتاعتنا اتلمت اهو بالمنظر. العجينة بتاعتنا اتلمت اهي بالمنظر ده كده، بس في دقيق في تحت اهو. هنعمل في دقيق بقى، هناخد الخميرة بتاعتنا اللي اتفعلت بالجمال ده، وهننزل كده عشان ما نحطش مية كتير العجينة تسيل اهو. بس كده بقى هتلم لنا الدقيق وهتلم لنا الدنيا دي كلها، وفي نفس الوقت ما عدناش هنحط ميه بقى، لان انا حاسه ان العجينه بتاعتنا ايه بدات ان هي تتظبط، ونرجع نعجن فيها تاني لحد ما تشرب بقى كميه الخميره دي بالمنظر ده كده. العجين بتاعنا بيكون خلص ما شاء الله بالمنظر ده. عجينتنا عجينه جميله، بتبل وشها كده ميه خفيف كده عشان ما تلزقش، وتغطي بقى بقماشه ولا بكيس ولا نضيف ولا اي حاجه، وتعمل لها دهون فتحتين جنب بقفلهم، بنعرف ان هو خمر اهو بالمنظر ده. تسيبيه يخمر بقى ان شاء الله. هو مش هيغيب في الخمر عشان انا عاجنه بميه سخنه، وحاطه له باكوين من اللي هي الخميره اللي هي الدريم دي الفوريه. هحطه بقى في مكان دافي كده، ونشوف بقى اكل طيوره واشوف هعمل ايه، وبعد كده هرجع لكم وقت الخبز اوريكم العيش بتاعنا بقى بجماله. سلام. هنا بقى شكلنا العيش بتاعنا هو بعد التخمير خمر، وقعد بالظبط قعد نص ساعة، ولقيته الحمد لله خمر، وشكلته اهو بالمنظر ده كده. وهنروح بقى على الفرن بتاعنا اللي هو الفرن اللي بتركب في الأنبوبة بره، مش فرن البوتاجاز، وهنشكله بقى بالمكنة بتاعتنا، وهوريكم احنا بنعمله ازاي. اهو يا حبايب قلبي، ده عيش فلاحي، عيش بالحبوب الغلة الكاملة او باستخراج 72 ممكن تعمليه برضك، وبيبقى جميل. نروح بقى نشوف العيش بتاعنا، بس هنبل قماشة كده ونحطها عليه عشان يفضل معانا رطب وحلو. بتظبطها بقى قعدتك كده، ده الطبلية اللي احنا بنركز عليها، وبتاخدي بقى العيش بتاعك كده وتحطي تحته بقى اللي هي نخالة القمح دي اهو، اللي هي الردة. تفردي بقى العيش بتاعك بالمنظر ده اهو. والمكنة بتاعتنا اللي هي المكنة الفلاحة العادية دي، بنشد بقى عليها العيش، بنشد بقى عليها العيش، بتبقى انت وفلفتك انت وولادك انت وجارتك اي حد اهو. بنشد بقى العيش بالمنظر ده اهو. يبقى بقى معانا العيش اللي هو الطوال الجميل بالمنظر الجميل ده. يلا العيش الفلاحي اللي احنا بنعمله اهو، شوفوا شكل العيش في الفرن. ونخش بقى على جماله، نلف الشقه معاكي كده. اهم حاجه ايدك في الفرن. عيشنا جميل 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 عيش، ما اقولكوش بقى. نخلص بقى عشان النار ونرجع لكم تاني. العيش بتاعنا فلاحي جميل زي العسل، عسل 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 عسل. شوفوا على الرغيف. نكون خلصنا خبزنا يا حبايب قلبي بالمنظر ده اهو. ان شاء الله العيش بتاعنا كله خلص اهو بالمنظر ده كده. هنغطيه بقى مربى بقى كده بأي حاجه كده اهو. بعد ما يخلص اهو المنظر ده كده تسيبيه يطرى. تعالوا بقى نوريكم بقى بنت حبيبه قلبي عملت لنا غدا النهارده.
ما شاء الله على عيشنا اهوت. ترد كده بقى بقماشها كده لحد ما انت تتغدى. هنتغدى ونخلص ونرجع نوريهولكوا برضك بعد التعبية. ما شاء الله خلصنا خبزنا. البنت عامله لنا الغدا الجميل ده. رز اصفر اللي هو بالعدس الاصفر، وبيض بده بيض فقشاه كده، فقشته في طبق ونزل بيه وفلفل وسلطه وبطاطس وبتنجان ومخلل. ما شاء الله شوف الصينيه. ادعوا لي ربنا يبارك لي فيهم يا رب ويمن عليا بالخير لاجل ولادي. ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده، وتفضلوا معانا غدا جميل اقسم بالله يفتح النفس. تسلم ايدك يا حبيبه قلب امك، ربنا يبارك فيها، وادعوا لها ان ربنا يبارك لي فيها. ولايك عشان خاطر الاموره بتاعتي الاستاذه امان. لايك في سنه 6 ابتدائي على فكره، 6 ابتدائي وعملت لي الخير ده كله. لايك ويا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معبي العيش هوريهولكم كده وخلاص من غير سوا. السلام عليكم. كيسنا العيش بتاعنا في اكياس كده يا حبايب قلبي، وهنعينه بقى. يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم. هندخله بقى في الفريزر. انت بقى تبع الفريزر بتاعك بتكيسيه كده على حسب الاكلات بتاعتك، يكفيك يوم يكفيك 2 وبتدخليه الفريزر. لايك واشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك لايك لايك. سلام.